ما شفتش صاحبي من زمان، فقررت كده اروح عند صاحبي كده على الكورنيش واسلم عليه. وبدات اسلم عليه كده واقول له ازيك عامل ايه، ما شفتكاش من زمان. فهو رد عليا قال لي انا موجود بس كنت في شغلانه بره. فقلت له ربنا يصلح حالك، وانا برضك موجود في البلد بس كنت في امتحانات الايام ديت. انا عايزك في اول فيديو تعمل له لايك وكومنت حلو تشجعني فيه، واهم حاجه تعمل لي سبسكرايب، والاهم من اللي فات ده كله صلي على النبي في الكومنتات. فصاحبي بدا يقول لي تشرب ايه، قلت له اي حاجه تيجي منك حلوه. فبدا يقول لي دقيقتين بالظبط واكون عندك، واخد بعده ومشى. وبعد 5 دقايق لقيته جاي لي بازازه ميه. انا في الاول كنت مستغرب، يعني يوم ما يجيب لي حاجه يعزمني على ازازه ميه؟ ده حتى الميه ببلاش. يا محمد شكلك اتم قوي. فانا طبعا خدت منه الميه وحطيتها في ريحي وما رضيتش اكلمه في اي حاجه. فجاه كده لقيته بيقول لي اشرب الميه اللي انا جايبها لك. ده محسسني ان هو جبنه عصير ولا حاجه، وهو فعلا كان مصمم ان انا اشرب الميه. فبدات اشرب الميه كده اللي كان جايبها لي. هي الصراحه كان طعمها غريب، بس ما رضاش اقول له حاجه عشان ما يحرجوه. ورجعت كملت شرب ميه تاني. بس انا مش عارف وانا بشرب الميه كده محمد عمال يبص لي بصه غريب، بس انا ما خدتش ولا اهتميت وبدات اتكلم معاه تاني عادي. ولقيته كده عمال بيكلمني كلام غريب، عمال بيقول لي مش تعرفني ان انت جبت تليفون جديد. ورجع تاني بيقول لي مش تعرفني ان انت جبت مكنه جديده. فرديت عليه قلت له انت اصلا ما كنتش موجود في البلد، اعرفك ازاي؟ وفجاه كده حسيت بصداع في دماغي. ما تقولش الميه اللي محمد شربها لي كان فيها حاجه، وانا عمال بتكلم مع محمد كده وانا اصلا مش مركز. عمال بيقول لي انت عرفت حد اللي انت جيت تشوفني؟ فطبعا قلت له لا مفيش حد عارف، بس قلت له هناخد بعض واروح عشان مش قادر. فهو رد عليا قال لي ماشي. ولسه بقوم كده لقيت نفسي وقعت على الارضيه، ما اعرفش دماغي راحت فين. واول ما وقعت كده لقيت صاحبي محمد جه طلع اللي في جيبي، خد مني التليفون وخد منه كل الفلوس اللي كانت موجوده في جيبي، حتى مفاتيح المكنه خدها. ومش على قد كده وبس، ده بدا يتاكد من الحاجه اللي خدها، وبدا يتاكد اللي جيبي فاضي ما فيهوش اي حاجه. وللاسف محمد صاحبي سابني مرمي في الشارع لوحدي. وبالفعل الميه اللي محمد كان جايبها لي كان موجود فيها حاجه. وزي ما انتم شايفين كده محمد لما راح يجيب لي الميه بدا يطلع ماده غريبه كده من جيبه ويحطها في الميه. وللاسف الميه انا شربتها. وبعد 3 ساعات كده لسه قايم من الغيبوبه اللي انا كنت فيها، قايم ماسك دماغي كده وببص يمين وببص شمال مش لاقي محمد. ببص كده على جيبي ولا لاقي التليفون ولا المفاتيح ولا حتى الفلوس اللي هروح بيها. واول ما شفت ازازه مرميه كده عرفت ان محمد هو اللي كان مخطط للي حصل ده كله. فانا قررت اروح ادور على محمد وانتقم منه من اللي هو يعمله فيا. فلقيت واحد كده قاعد على البلاط، قلت له ما شفتش محمد واخد منه كل حاجه؟ فهو قال لي هو لسه معدن قدامي وموجود في البيت اللي هناك ده. فرحت انا وهو عند البيت اللي كان موجود فيه محمد، وبالفعل لقيناه. وهو كان لسه نازل من البيت انصدم اللي احنا داخلين عليه. واول ما قرب مننا واتاكد ان انا واقف قدامه خد بعضه وطلع البيت جري. بس انا طبعا بعد اللي عمله فيا ده مش هسيبه في حاله. خدت بعضه وطلعت جري وراه في نفس البيت اللي هو طلع فيه، وبدات افتشه واخد منه الحاجات اللي معاه. يعني اخدت منه التليفون بتاعي واخدت منه مفاتيح المكنه، حتى الفلوس بتاعتي اخدتها. ومش على قد كده وبس، كان معاه تليفون شخصي ليه يونس خد. وهو طبعا كان قاعد مش عارف ينطق ولا كلمه، عمال بيتفرج على الحاجات اللي بتتاخد منه ومش عارف يتنفس. وطبعا هو اللي عمل في نفسه كده. حتى يونس ما سكتش، خلاه على الشبشب وخدنا بعضينا ومشينا. فطبعا هو يستاهل كما تدين تدان. بس طبعا هو مسكتش وشكله ناوي على مشاكل. راح كده عند شله من اصحابه وعرفهم على اللي حصل، وشكله كده هو واصحابه جايين علينا. وطبعا انا ويونس كنا فرحانين بالتليفونات اللي احنا خدناهم، وكنا مفكرين ان الموضوع خلص على قد كده. بس للاسف الفرحه ما بتكملش، لقينا محمد والشله بتاعته جايين علينا كده وما تفهموش نزلوا فوقنا ضرب.